ليه انا براجع افلام؟ لان الحقيقة عملية صناعة الافلام عملية معقدة جدا، والافكار اللي المخرجين محتاجين يوصلوها مصدرها الاساسي في المكان اللي انا موجود فيه دلوقتي بالظبط كده، الكتب. مرحلة الكتابة بتاخد وقت أطول بكتير جدا من مرحلة صناعة الفيلم، وهي بتكون أصعب مرحلة في مرحلة الصناعة، لأن بيطلع منها عمل مكتمل. طيب طالما بيطلع منها عمل مكتمل، ليه بيتم تحويلها في صورة فيلم؟ لأن علشان تقدر توصل الفكرة لعدد أكبر من الجمهور، لازم الطريقة اللي الجمهور هيستقبل بيها المادة دي تكون سهلة الاستخدام وممتعة في نفس الوقت. وللأسف مهما كان العمل ده قوي وبيحكي قصة قوية وممتعة، فجمهور الكتب محدود وصعب استهلاكه لعامة الشعب. وللأسف القراءة نفسها شيء ممل إلى حد ما، وهو ده السبب في كون جمهورها محدود. فعلشان الكتب دي تتباع بشكل أفضل وتوصل لجمهور أكبر وتكون ممتعة أكتر، بيتم تحويلها في صورة فيلم. In 18th century France, Jean-Baptiste Grenouille was born with a talent. ومن هنا بتبدأ أول خطوة في صناعة الفيلم، وهو اختيار المخرج لعمل معين من الأعمال المكتوبة، أو لو هو عنده فكرة معينة فبيتم كتابتها أولا. فالموضوع بيبدأ باختيار الفكرة نفسها، وبعدها بيتم عمل سيناريو كامل للقصة علشان قصتنا يبقى ليها ملامح وشخصيات بيضحك لنا من خلالها القصة دي. وهنا يجي دور السيناريست، وهو تكوين الشخصيات وتكوين الحوارات ما بين الشخصيات دي. I'm upset. Louder! I'm upset. Louder! I'm upset. وبدون اي شك في الدنيا، اي محتوى مرئي انت بتتفرج عليه بيشكل ثقافتك وبيشارك في تكوينك. فمراجعتي للفيلم هي عبارة عن فلتر للحاجة اللي هتشوفها، لانها بشكل ما هتأثر عليك. فانا هنا بعمل لك فلتر للافكار دي علشان يبقى عندك حرية الاختيار في مشاهدتها او لا، قبل ما تشوف اعمال غير متناسبة مع طريقة تفكيرك. فمراجعة الفيلم هو مفتاحك للفيلم، والفيلم نفسه هو مفتاحك للرواية في حالة اذا كان الفيلم اصلا مقتبس من عمل رواية. فاتأكدوا انكم مشتركين في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.